الطب مش هيديك الحرية، لازم انت اللي تدور عليها. كنت قاعد بتفرج على فيديوهات سفر، ناس ماشية بشنطتها بتصحى في مدن مختلفة، بتشتغل بس من اللابتوب، مش ملتزمة بمكان معين، مش ملتزمة بجدول. وأنا بتفرج حسيت بحاجة غريبة، مش حسد، سؤال: أنا ليه مش بعمل كده؟ مش الفلوس، مش الظروف، لا، السؤال ساعتها كان أعمق من كده. أنا ليه مش بفكر فيه أصلا؟ من أول ما كلنا دخلنا الكلية وهم بيقولوا اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين، بس أنا مع الوقت سألت نفسي بعدين إيه؟ أفضل أشتغل في مستشفى 30 سنة من الساعة 9 للساعة 9؟ السؤال مش إني أشتغل فين أو هقبض كام، لا، السؤال الأهم والأعمق من ده: أنا هعيش إزاي؟ الحياة اللي بتمناها مش فاخرة، مش مستحيلة، حياة بسيطة، إني أصحى من النوم عارف إن الوقت بتاعي، أقدر أشتغل من أي مكان، أسافر مش علشان أجازة، علشان ده أسلوب حياتي، أستخدم الشهادة بتاعتي إنها توديني في أي حتة، مش تحبسني في مكان واحد. وده مش خيال، في ناس كتير بتعمل كده، أطباء بيشتغلوا ريموتلي بس محدش بيتكلم عنه بصراحة. أنا يوسف عوض، أنا طالب طب سنة رابعة، ذاكر يوزمل ستيب 1 دلوقتي، ومش هقول إني تمام وكل حاجة كويسة، لا، أنا خايف زيك بالظبط، لكن قررت إني أمشي وأنا خايف. هتلاقي في القناة هنا 3 حاجات: اليوزملي والطب، حاجات تفيد الطبيب في أي مكان في العالم، والشغل من أي مكان في العالم، تبني الحياة اللي أنت عايزها. السفر، مش حابب إني وأنا عندي 40 سنة أجي أبص على حياتي أقول يا ريتني عملت، يا ريتني سافرت، يا ريتني اتحركت. مش شرط تكون طبيب علشان الكلام ده يخصك، لو أنت بتبني حياة مختلفة غالبا إحنا ماشيين في نفس الطريق.